طيب هروح معاك مع المنتخب يعني يا محمد. يمكن مستر برادلي اعلن الاسامي وانت الوحيد تقريبا اللي مش موجود، يعني انت المحترف الوحيد مع ان كل الفرقه تقريبا هم وزاد عليهم شريف عبد الفضيل. انت شايف ده نتيجه يعني انت الوحيد؟ هل انت الوحيد كنت مقصر مثلا، ولا حصلت خناقه بين بعد الماتش بيقولوا مع ابو تريكه مع الراجل؟ ايه اللي حصل يعني؟ يمكن الناس كتير كتبت وناس كتير اتكلمت عن موضوع ابو تريكه. هو مفيش اي حاجه حصلت بعد الماتش تقريبا خالص. يمكن يعني ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده، لكن انا بقول يعني مفيش اي حاجه حصلت، مفيش حد اتكلم معايا حد بعد الماتش خالص. يمكن كل الناس مشيت بعد الماتش. لكن اللي انا مستغربه يمكن طبعا الاستبعاد ده، يمكن ده اول استبعاد ليا من المنتخب من 2007. يمكن كل المعسكرات من 2007 لحد المعسكر اللي فات موجود فيها بشكل اساسي، الا بس هي الماتشات اللي بتبقى بره الاجنده الدوليه، يمكن دي الماتشات اللي ما اقدرش انزلها. فانا مش شايف اي تفسير. يمكن انا الراجل اللعيب الوحيد في المحترفين اللي بلعب يعني كل اسبوع بلعب الماتشات كلها بشكل اساسي، بلعب في الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم. فمش شايف اي استفسار للي هو. يمكن يعني اتمنى اللي هو يطلع يوضح. يعني هل انت محمد الماتش اللي فات مثلا ما وفقتش، انت الوحيد اللي ما وفقتش في الماتش؟ الراجل شايف ان انت قصرت في الماتش، ما اتكلمش معاك بعديها مثلا يعني؟ ما هو ممكن قصرت مثلا قصرت في كوره في كورتين، لكن ما قصرتش في 6 جوال يعني. مش لا، هم كل الفرقه كانت مش في حالتها الطبيعيه يعني انا قصدي اصل الفرقه كلها كانت وحشه، فاشمعنى انت الوحيد اللي طلعت؟ هل في تفسير ليك انت للموضوع ده؟ نعم يا كابتن. يعني انا بتكلم ان الفرقه كلها كانت وحشه جدا، يعني الفرقه ال11 لعيب ما جوش الماتش ده بما فيهم المدرب كمان كان سيء للغايه يعني. يمكن حتى حاله هل انت مثلا هل انت شايف ان هو انت عملت حاجه زياده يعني او في حاجه حصلت فعشان انت اللي مشيت؟ اصل يعني برضه انت الوحيد اللي مشيت في مفيش اي حاجه حصلت. يمكن هو لو شايف ان في حاجه، ما هو المفروض يطلع يوضح، او المفروض هو لازم يعني زي ما احنا اتعودنا، او الناس هنا كلها بتعمل كده. هو راجل طبعا راجل محترف واكيد عارف الكلام ده كويس. بتتكلم مع اللعيبه، يمكن لما حاجه بتحصل او ما المدرب يستبعد لعيب بيجيبه ويتكلم معاه، فيطلع يوضح او يتكلم يعني يقول سبب الاستبعاد ايه. لان انا مش شايف اي حاجه من الاستبعاد. طب انا هسالك سؤال يا محمد، عايز اسالك سؤال في حتى موضوع. هو نفسه كمدرب ما كانش في مستواه. ما كانش في يومه طبعا، انا قلت برضه. هسالك بس سؤال على تصريح نزل باسمك او بلسانك، انا مش يعني عايز برضه تقول لي تفسيرك ليه ان انت قلت برادلي دخل التاريخ بعدم وجودي في المنتخب. هل انت قلت هذا التصريح بهذا الشكل يعني والمضمون، ولا كان اتحرك شويه؟ لا مش اللي هو يعني داخل التاريخ يعني. انا ان هو يعني في ناس زعلت من التصريح، يعني حسيته ان في يعني ان انت بتفخم في نفسك زياده مثلا، ان انت بتقلل من الراجل. لا مش كده خالص يا كابتن حازم، والله يمكن حضرتك عارفني يعني كويس. عشان كده انا بس عايزك توضح للناس لا مش كده خالص يعني. مش اللي هو يعني دخل التاريخ بايه يعني. لا هو بس يعني يطلع يوضح، يقول سبب الاستبعاد ليه. يمكن انا بس يعني ده اللي انا عايزه منه، يطلع يقول سبب الاستبعاد ايه. لان انا مش شايف اي سبب يعني الاستبعاد دوت. واتمنى التوفيق ان شاء الله الماتش في الماتش. لكن انت ما قلتش التصريح بالشكل ده يا محمد، عشان ده مهم برضه ليك كلاعب كوره. لا بالظبط يعني مش بالنفس، مش بالحرفيه ديت يعني. لكن طب قلتها ازاي يعني؟ قلتها ازاي؟ لا ده يعني ما ينفعش يستبعد لعيب بيلعب في الدوري الانجليزي يا كابتن حازم. يمكن حضرتك عارف ان الناس كلها هنا يعني الدوري الانجليزي يعني اقوى دوري في العالم. المنتخبات كلها بالظبط اقوى دوري في العالم بالنسبه للمنتخبات وبالنسبه للمدربين بتوع المنتخبات العالم كله. لما يبقى في عنده لعيب بيلعب فدي حاجه كويسه بالنسبه له. يمكن انت لازم تجيبه وتديله الثقه وتلاعبه، لازم يعني. انا هو ده بالظبط نفس. ما اتكلمتش معاهم في التليفون؟ ما كلمتش كابتن ضياء مثلا؟ اتكلمت معاه؟ لا هو كابتن ضياء كلمني طبعا. كابتن ضياء كلمني وقال لي تزعلش يعني حاجه زي ديت. انا ما اتكلمش معاه سبب الاستبعاد، لان يعني انا عارف كابتن ضياء. يعني كابتن ضياء معايا من ايام انبي وعارفه من زمان. كان كلمني في حاجه شخصيه ان حاجه زي ديت ما تاثرش عليا في ادائي مع الفريق او كده. قلت له لا طبعا. لكن انا بس يمكن انا عايز بس الراجل يطلع يعني يفسر سبب الاستبعاد ايه، بس مش اكتر يعني. بنشكرك يا